هي المفاهيم. فبحب دايما ابدا بالمفاهيم اللي هي بتشكل العقليه، لان العقليه لما بتترتب بتبدا الرؤيه بتاع الشخص توضح. فلما الرؤيه دي توضح الطرق بتبان قدامه. الطرق دي في البيزنس اسمها استراتيجيات. تمام. انا هاخد الاستراتيجيه الفلانيه او الطريقه الفلانيه علشان هتوصلني للهدف الفلاني. تمام. والمشكله ان الناس دايما بتبقى ايه، عايزه التول او التركه اللي تحقق لها الهدف بس وخلاص، ومركزه على كده. وهنفصل اكتر في الكورس ده، احنا اتكلمنا الكلام ده في كورسات تانية، بس هنفصل اكتر في الكورس ده في النقطه دي، ونشوف برضو هي مشكلتها فين بالظبط يعني. فبعد اكتر من 30 بزنس ناجح، 30 بزنس فاشل للاسف غير ناجح، واكتر من 7 ناجحين، والتعامل مع مئات العملاء وبرصيد من الاف الاستشارات، لقيت ان كتير من اصحاب البزنس ورواد الاعمال بالفعل بيبذلوا مجهود ووقت وفلوس في شراء الكتب والكورسات وحضور ورش العمل، وغير المجهود والتكاليف ووقت المحاولات بتاعه التطبيق نفسها اللي هي بيقعد يشتغل الوقت اللي بيقعد يشتغله. وفي النهاية دايما المعظم بيلاقي ان النتائج مش على مستوى الجهد ولا الوقت ولا التكاليف اللي بيبذلها. تمام. حد بيعاني من المشكلة دي دلوقتي فينا؟ أكيد كلنا مرينا بفترة من الفترات فيها الإحساس ده. طيب تمام. فلما درست المشكلة بتمعن لقيت ان اكبر مشكلة بتواجه اصحاب البيزنس ورواد الاعمال هي غياب عقلية رائد الاعمال الناجح. مشكلة عقلية. تمام.